ويلي والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جنيني والقائدين إمامهم يا علي يا علي والقائدين إمامهم بنجاده والطهر تدعو خلفهم برنيني خلوا ابن عمي أولك شيف للدعاء راسي واشكو للإله شجوني ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني ورنيت إلى القبر الشريف بمقلة عبرا وقلب مكمد محزوني أبتا يا هذا السامري وعجله تبعا ومال الناس عن هاروني أي الرزايا التقي بتجلدي هي للنوائب ما حييت قريني فقدي أبي أم غصب بعلي حقه أم كسر ضلعي أم سقوط جنيني أم أخذهم إرثي وفاضل نحلتي أم جهلهم قدري وقد عرفوني يا المدفون في الروضة خذني للقبر وياه نياحا نياحا يا المدفون في الروضة خذني للقبر وياه ترضى يا بدر سعدي يلطموني على خدي وآمر قوم فذ بجلدي يا المدفون في الروضة خذني للقبر وياه وصيك بالحبل قادو غصبا لا الدعي والدو قصدهم يا
ابوي قلت له يا المدفون في الروضة خذني للقبر ويا حسن وحسين بتشوهم لأجلك ما يراعوهم عقب عيني يذبحوهم يا المدفون في الروضة خذني للقبر ويا أبروح لأبويا وبسعيد وبوقع على قبره وبنعي وبصيح يا سوري ويا منعي أنش مسوي يكسرون عظم الله لكم الأجر أحسن الله لكم العزاء أجزل الله لكم الثواب يا شيعة كما في الأخبار أخذ علي رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وضعه في حجره وضع يده تحت حنكه شرع ملك الموت في قبض روح رسول الله حتى قبضها على صدر علي تلقى الإمام روح النبي بكفه مسح بها وجهه كأني به وقد أدار عينه في أهل بيته أحسن الله لكم العزاء عظم الله لكم الأجر مات أخي وحبيبي رسول الله ارتجت أرض المدينة بالبكاء وبنو هاشم جازعون باكون لشدة بكائهم فقدوا هداهم يعني طلعوا عن أطوارهم وأمير المؤمنين يقول كما جاء عنه إن الصبر لجميل إلا عنك يعني النفس ما تتحمل فراقك يا رسول الله وإن الجزع لقبيح إلا عليك يعني حري بكل مؤمن وجدير أن يرفع صوته بالبكاء والصراخ أن تعلو ندبته هذه الأيام وهو ينادي ومحمدا ونبيا وسيدا ساعد الله قلب علي شلون مد على صخرة المغتسل الفضل بن العباس يعينه وقد عصب علي عيني الفاضل لئلا يقع شيء من بصره لئلا تقع عينه على شيء من جسد رسول الله كصدره وظهره ولو رأى ذلك أثناء التغسيل لفقد بصره كما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله يعني ممنوع أحد يشوف جسم النبي على المغتسل إلا علي
الفاضل يعين عليا بجلب الماء، علي يغسل رسول الله، أدرجه في أثوابه، حنطه بحنوط الجنة، فاحت الروائح الطيبة غمرت المكان. مثل ما شفنا ميت مات وتشعشع نوره، وتشم ريح الجنة من رايحة كافوره. لحد يا راية عزي بنتك ترى مكسورة، مدوه فوق المغتسل وتشعشعت أنواره. بقي النبي في حجرته والناس يدخلون عليه 10 يصلون عليه، كما استقرب بعضهم يعني يدعون لا بمعنى صلاة الجنازة. طلبوا أن يصلى عليه، فقال علي رسول الله إمامنا حيا، إمامنا وهو حي وإمامنا وهو ميت. دخلوا عليه 10 يصلون عليه. بقي نبيكم يومين أو 3 على هذه الحال. لعل عليا جمع أهل بيته وجمع خلص أصحابه وصلى على النبي صلاة الجنازة، ثم أنزله في حفرته داخل حجرته. أهال عليه التراب والأشقياء قد دبروا المكائد بالسقيفة، وأعلنوا الانقلاب كما قال الله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنصبوا شيختين وأجبروا الناس على البيعة، فمن أبى منهم سحبت يده وضربت يده بيده، إلى أن قالوا لا يستتب لنا الأمر ولا يتم إلا ببيعة علي. علي دفن النبي وجلس في داره لا يخرج إلى الناس، يجمع القرآن بتفسيره وتأويله كما أوصاه رسول الله صلى الله عليه وآله. قال وانطلع غصب من البيت والدار، لبسوا لامة الحرب، قال شيلوا وياكم حزم الحطب. ليش حطب؟ ليش؟ قال شيلوا وياكم حزم الحطب. بعد ويش تريد؟ قال شيلوا وياكم شعل النار. انطلق الجيش إلى بيت الزهراء، يقول اللعين في اعترافه في رسالته إلى معاوية، يقول مضيت إلى الدار وفيها علي وفاطمة وحسن وحسين وزينب وأم كلثوم، يعني زينب موجودة وأمها الزهرة تنضرب قدامها. أولاد الزهرة يشوفون والدتهم تتجرع الغصص، على الزهرة يقول والخادمة فضة تقدم، طرقت الباب طرقا عنيفا، يعني مو بأدب مو باحترام. وهنا يقف الأمين جبرائيل متأدبا، ويقف ملك الموت إلا ما يستأذن على أحد متأدبا. يقول طرقت الباب طرقا عنيفا، فأجابتني الخادمة فضة ماذا تريد؟ قال أين علي؟ قالت سيدي علي مشغول. قال قولي لعلي اخرج وبايع وإلا أخرجناك من البيت قهرا وغصبا.
سمعت الزهراء يريدون يطلعون علي، جاءت ووقفت وراء الباب، قالت أيها الضالون المكذبون ماذا تريدون وأي شيء تفعلون؟ فقال كفرا واستكبارا أرى أن عليا قد اختبأ خلف الحجاب وأرسلك للجواب. قالت بل شقاؤك يا لعين هو الذي أخرجني لألزمك الحجة وكل شيطان غوي. يعني كان فيكم واحد مسلم، كان فيكم واحد يدعي الإسلام، سمع أبي رسول الله يقول فاطمة بضعة مني، من آذاها يا فقد آذاني، فاطمة ثمرة قلبي، فاطمة روحي التي بين جنبي، فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها يا باب فاطمة بابي وبيتها بيتي، فمن هتكه فقد هتك حجاب الله يا اشرد عليها ما آمن بالله طرفة عين. هو يعترف في رسالته ما آمن بالله أبد. قال يا فاطمة دعي عنك أساطير النساء، لا حديث نبي ولا غير نبي، ما عندنا اعتراف احنا بالنبي هذا. دعي عنك أساطير النساء وقولي لعلي اخرج وبايع. قالت وإن لم يخرج قال أضرم عليكم البيت نارا. حتى اللويات عجبوا ما صدقوا، إلا شايلين الحطب ما صدقوا، أولاد الزنا ما صدقوا، ما صدقوا، قالوا إن في البيت فاطمة. ايش قاعد تقول انت إن في البيت فاطمة؟ قال وين يا فاطمة قولي لعلي اخرج وبايع. قالت لا حبا ولا كرامة. قال جيبوا حزم الحطب جمعها على باب دار الزهراء، أضرم النار ببيت الوحي والرسالة، دخل الدخان ودار عليه، احترق جزء من الباب، ما اكتفى بذلك أراد فتح باب فاطمة. أحست الزهراء وهي واقفة داخل الدار خلف الباب، يقول هو يقول ضربت بيديها على الباب فاستعصى علي فتحه، كل ما أريد أدفع ما أقدر. إيش سويت؟ قال بانت أناملها يا علي يا علي، بانت أناملها يا أخذت سوطي ألمتها على أناملها، من شدة الألم رفعت يدها عن الباب. يوم شالت يدها الحين يريد يفتح، شلون يفتح الباب؟ يحترق الباب، يحترق، شلون يفتحه؟ قال رفست الباب رفسه، ألجأتها إلى الجدار. إيش سويت فيها وإيش سويت فيها؟ قال جاءها المخاض، يعني طاح جنينها، حانت ساعة ولادتها. من شدة وجعها وألمها أنت
كادت أن تطبق السماوات على الأرض. يقول خشيت أن تخسف المدينة، خشيت أن تخسف المدينة، كدت أن ألين وأنقلب عن الباب، لكنني تذكرت كيد محمد وسحره. وولع علي في دماء صناديد العرب. ايش سويت؟ يقول دخلت الدار فاستقبلتني بذلك النور الذي أعشى بصري. ما شفت وجه فاطمة، ما شفته، بس شفت نور ساطع ضياء لامع. ايش سويت؟ قال رفعت ايدي يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، رفعت يدي صفقتها من فوق الخمار صفقة. حتى انتثر قرطها، أخذ الساط لوعها على كتفها. أحقاد عند اللعين. ثم أخذ نعل السيف وضربها في جنبه. لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. مولاتي لا تروحين وراء الباب، الباب يحترق، الباب في مسمار يا سيدتي. حجابي حجابي، ما اريد احد يشوفني. مضيت الى الباب، احتجبت واستترت به، وضع قوته بالباب. يا علي عصرها بين بابها وجدارها. تقول الرواية سقطت والنار تلفح وجهها. صرخت ومحمدا ماذا لقينا بعدك من ابن فلان. بويا قمت للباب لكن ما علي حجاب. حسبي الرجس من لذت خلف الباب، عصرني وسقط المحسن على الأعتاب. قالت أبويا من غبيت يا حلو المعاني، بن حنتمه للبيت جاني. والله جاني صفعني على عيوني وعماني. أمار على عبده وضربني، والله ضربني من ضربته للقاع ذبني. لانكسر قلبه ولا رحمني، قام ورجع لي ورفسني. كما في الرواية عن الإمام وسقوط الجنين بالرفسة، كأني بها التفتت ولا الجنين يعتفر بين يديه. يسأل عاد الشاعر، يسأل واش عنده؟ يقول من هو اللي شال محسين من وقع فوق الثرى، شال حيدر
حيدر والله زينب لو البضعة الطاهرة. وين أهل التعزية؟ وين أهل النياحة؟ يلا لا تتعب لا تتعب. الزهرة أزيد من 3 اجتمعوا على ضربها، كل واحد يضربها من صوب، كل واحد يضربها من صوب، مو ضرب عادي. الإمام الحسن يقول للمغيرة كما جاء عنه: أما أنت لعن الله المغيرة، أما أنت يا هذا فقد ضربت فاطمة بنت محمد حتى أدميتها، ما اكتفيت إلا لما سال الدم. حين هجموا على البتولة وسقطوا منها الجنين، منه على الأعتاب شاله نسأل بلوعة وحنين. شالت أما والله زينب لو أمير المؤمنين. هالسؤال احنا نسأله والأفكار محيرة، لو فرضنا شالته أم الزكية فاطمة شلون قدرت تحمله ومنها الضلوع مهشمة؟ يصرخ عليه نواح والجلد منهار منها والصدر ينزف دماء، قوة ما عدها لان ضلعين منها مكسرة. فاطمة شلون بتشيله وهي ذوبها الألم، بالترب مرمية تبكي ومن صدرها يجرده تصيح يا فضة ادركيني ضلعي بالباب انهشم. قوم يا فضة الحقيني وشوف بيا وش جرى، ما نظن شالت الزهراء والأمر واضح جلي، لأنها طلعت خلف حدار والدمع منها يهلي. تصيح يا قوم ارحموني وخلوا بن عمي علي، نوب تمشي ونوب توقع والدموع من الثرى. يعني ما شالت الزهرة؟ قال لا ما شالت. من هو شاله؟ شال علي، شال أمير المؤمنين. قال ما نظن شاله وفزع له حيدر فحل الفحول وينسى والينا الوصية بها وصاه الرسول، يدري يقبل الأعادي بيعصر الزهر البتول ويوقع المحسن رميه وهو جالس ينظره، شلون شيله من التراب المرتضى فحل الرجال، والعدا طبوا بداره وحطوا بحلقه حبال وشالوا عن راس العمامة ودمعة فوق خدوده سال، طلعوا يجروه والمحسن بقى فوق الثرى. بعد علي ما شاله
من هو شاله يا شاعر زينب؟ قال زينب شلون بتشيله وبدماه السايله، قوة ما عدها وصغيرة شلون بالله بتحمله، يكفي بتشوف الرزايا في أراضي كربلاء، هناك بتعاين أخوها جثته فوق الثرى. بعد زينب ما شالته قال لا بتشيل واحد ثاني، بتشيل واحد ثاني، بتدخر قوتها زينب للرزية المفجعة. وين لما نتشاهد أخوها حسين جثة موزعة، بتنحني وبتحط يدها تحت ظهره وترفعه، تصيح يا رب هذا قرباني ابن خير الورى. والله وجرها أو نون على الزهرة، وجرها يا عدوها بنار حجرتها، وجرها وبتهل الشمر سبها، وجرها عن المذبوح برض الغاضر. لا تسلني كيف ردوا ضلعها، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. سيدي ومولاي اشف كل مريض، فك كل أسير، رد كل غريب، اقض حوائج السامعين وحوائج المؤمنين والمؤمنات للدنيا والآخرة. ارحم أمتك النازلة بجوارك، انقلها من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور مع الولدان والحور. سيدي ومولاي جاف الأرض عن جنبيها، اصعد بروحها إليك، لقها منك مغفرة ورضوانا يا جواد يا كريم. والفاتحة مع الصلوات.